يسعد ديوان الوطني لحقوق الإنسان في دولة الكويت مشاركته في هذه الفعالية، فعالية أمناء التظلمات لتعزيز الدور المؤسسي بين منظمات حقوق الإنسان، كما يثمن الدور الفعال في إقامة هذه المؤتمرات والملتقيات في تعزيز أواصر تعاون بين هذه المؤسسات وتبادل الخبرات في تطوير العمل المؤسسي في هذه المنظمات الحقوقية. شاركت ورقة عمل عن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحماية مع سوء المعاملة وما جاء به من استحداث لعدة أمور تتفق وتتسق مع اتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها، ومن ضمنها تعيين خبراء في المجالات الاجتماعية والنفسية في محاكم العدالة الإصلاحية واللجنة القضائية للطفولة، واللي يعد نقلة نوعية بحيث هاي الخبراء يتولون دراسة حالة الأطفال المعروضين عليهم المحاكم العدالة واللجنة، ويدرسون جميع النواحي الاجتماعية والنفسية ويعدون التقارير ويتم رفعها على المحاكم، واللي يعني يستدلون عليه بالتوصيات المناسبة لحالة الطفل، وبالتالي يتم قد يكون استبدال التدبير أو تعديل التدبير وإلى آخره حسب ما يرتئيه القاضي. طبعا ورقة العمل اليوم اللي تقدمنا فيها من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ركزت على أهم الاتجاهات الحديثة في حماية الفئات الأولى بالرعاية في مراكز الإصلاح ودور الرعاية الاجتماعية. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من منطلق صلاحياتها وولاياتها الواسعة لها دور الرقابي حول الكثير من الآليات التي تعزز وتوفر الحماية الفضلى لحقوق الإنسان في المملكة. واليوم المؤسسة من منطلق صلاحيات الممنوحة لها وقانون الإنشاء استطاعت أن تنشأ منصب لمفوض حقوق الطفل. هذا المنصب فعليا يعنى بالمصالح الفضلى للطفل ويعزز من المسيرة الحقوقية الخاصة بحماية حقوق الطفل اللي صادقت عليها مملكة البحرين في اتفاقية حقوق الطفل، وما قامت به مملكة البحرين فعليا من إنشاء قانون للطفل وقانون العدالة الإصلاحية. دور المفوض اليوم في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفي مملكة البحرين ينطلق من خلال تعزيز الشراكات وبناء الشراكات المحلية والخارجية، يكون بمثابة السفير المستقل للأطفال، يسمع من الأطفال ويشجع الأطفال نحو التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم، تعزيز مشاركة الطفل في وضع السياسات والخطط الخاصة بالأطفال كي يكون الطفل فعلا في مملكة البحرين بما يتلائم مع مضامين قانون الطفل اللي فعليا حرصت عليه مملكة البحرين كي تكون تشريعاتنا وأنظمتنا متكاملة معززة لمسيرة الإنسان في البحرين.